في عام 1963 وبعد أقل من عام على استقلال الجزائر عن الاستعمار الفرنسي، اشتعلت واحدة من أخطر الأزمات في تاريخ شمال إفريقيا، عرفت بحرب الرمال، والتي كانت بمثابة أول اختبار حقيقي للعلاقات المغربية الجزائرية. بدأت جذور هذه الحرب في فترة الاستعمار الفرنسي، حيث كانت فرنسا قد رسمت حدوداً اعتباطية ضمت بموجبها مناطق مغربية غنية بالموارد إلى مستعمرتها الجزائرية مثل تندوف وبشار. ورغم الدعم الكبير الذي قدمه المغرب للثوار الجزائريين خلال حرب التحرير، إلا أن الجزائر بعد استقلالها عضت اليد التي امتدت لها واستولت على أراضٍ مغربية تاريخية. في 8 أكتوبر عام 1963 اندلعت الاشتباكات في منطقة فكيك وتندوف، حيث حاول الجيش الجزائري التوسع نحو المناطق التي يعتبرها المغرب جزءاً من أراضيه التاريخية. في البداية كانت المعارك متفرقة، لكن سرعان ما تحولت إلى مواجهة عسكرية شاملة على طول الحدود. رغم التفوق الميداني للجيش المغربي الذي استفاد من خبرته في الحروب التقليدية، تدخلت عدة دول لإيقاف التصعيد، من بينها مصر بقيادة جمال عبد الناصر والاتحاد السوفيتي، حيث كانت الجزائر تعتبر حليفاً استراتيجياً لهما. في 5 نوفمبر 1963 تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار بوساطة من منظمة الوحدة الإفريقية، مع الاتفاق على تشكيل لجنة لترسيم الحدود وإنهاء القتال. لكن رغم ذلك تركت حرب الرمال جروحاً عميقة في العلاقات بين البلدين، ما زالت تؤثر حتى اليوم على استقرار المنطقة. إذا أعجبك المحتوى، لا تنسى دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلك كل جديد.